طريقة عمل الحلبة المنبتة في البيت بسهولة، كنز صحي وطعمها جميل جدا. الحلبة المنبتة من الحاجات المفيدة جدا للجسم، مليانة عناصر غذائية وبتتعمل في البيت بمنتهى السهولة، ولو اتعملت صح هتطلع طرية وطعمها خفيف ومميز جدا. المكونات: حلبة حصى نظيفة، مية، أواني للتنبيت، ألوث فخار أو كوب بلاستيك مسكوب من تحت، قطعة قماش نظيفة أو مناديل مطبخ سميكة. الطريقة: 1. غسل ونقع الحلبة. اغسل الحلبة كويس جدا من أي شوائب، وبعد كده نقعيها في مية من بالليل لحد الصبح، هتلاحظي إن حجمها كبر واتضاعف تقريبا. 2. تحضير أواني التنبيت. لو هتستخدمي ألوث فخار لازم يتنقع الأول في المية شوية علشان الفخار ما يمتصش الرطوبة من الحلبة ويخليها تنشف. 3. تصفية الحلبة. صفي الحلبة من مية النقع كويس جدا. 4. التعبئة. حط الحلبة في الإناء لكن ما تملهوش أكتر من النص علشان الحلبة وهي بتنبت حجمها بيزيد. 5. التغطية. غطي الإناء بقطعة قماش مبلولة ومعصورة كويس أو مناديل مطبخ مبلولة. 6. الحفاظ على الرطوبة. كل ما القماشة تنشف رشي عليها شوية مية، وغالبا هتعملي الحركة دي مرتين في اليوم تقريبا. 7. مدة التنبيت. بعد حوالي يومين هتلاقي الحلبة بدأت تنبت وبقت جاهزة للأكل. نصايح مهمة: أول ما الحلبة تبدأ تنبت ممكن تدخليها التلاجة علشان تفضل طازة. لازم دايما تحافظي على الرطوبة لكن من غير ما تغرقيها مية. التنبيت في الفخار بيدي شكل حلو جدا وقت التقديم. فوائد الحلبة المنبتة: مفيدة للهضم، بتقوي المناعة، غنية بالفيتامينات والمعادن، بتساعد في تنشيط الجسم. جربيها في البيت وهتتفاجئي قد إيه طعمها خفيف وجميل وسهلة جدا في التحضير. ما تنساش تصلي على الحبيب. اعملي لايك وشير علشان نوصل لأكتر عدد ممكن. اللايك مش هيفرق معاك لكن بيفرق معايا جدا علشان نقدر نستمر وننشر كل جديد.